بما ان النهارده يوم العاصفه، وطبعا واخدين اجازه، وبريء عدم انساني، وطبعا صاحيين لي احنا الساعه كام دلوقتي؟ احنا دلوقتي الساعه 8 و34 دقيقه الصبح، النهارده الساعه 8. تمام. نعم. نعم. عمر، حمزه، بري، 3 الله اكبر صاحيين مأنسني. صاحيين من الصبح بدري، عايزين حاجه حلوه يا ماما، عايزين حاجه حلوه يا ماما. طيب اعمل لهم ايه حاجه حلوه؟ قولوا لي كده انتوا، انا اعمل لهم ايه حاجه حلوه؟ فقررت ان انا اعمل لهم 1 2 3. هنعمل ايه؟ هنعمل كيكه مج. تمام. هعمل لهم كيكه مج، حاجه كده سهله وسريعه وياكلوها وينزلوا من على دماغي. تمام. هعمل لهم 3، هعمل واحده لبري وواحده لحمزه، ودي بصراحه هعملها لعمر، هاكل منه معلقتين، انا ماليش فيها قوي، هقول لكم ليه دلوقتي واحنا بنعملها. اول حاجه جبت بقى كيس دقيق كده. ده دقيق لسه شاريينه، وعايزه اقول لكم كان الكيلو متهيألي عامل تقريبا 19 جنيه. نفتح بقى كده الدقيق بتاعنا، هفضيه بالمره في العلبه بتاعته. فضينا بقى الدقيق اهو. بصوا كيكه المج، عايزه اقول لكم في ناس بتعملها وبتطلع معاها عجينه كده من جوه، هوريها لكم ازاي انها تطلع كيكه. نعم نعم نعم. ما بيقولش حاجه غير ماما ويمشي، ماما ويمشي. المهم عايزه اوريكم انها تبقى كيكه وهشه كده وجميله قوي. بصوا هنعمل كل طبق معلقتين من الدقيق اهو. بصوا معلقتين دي اهو، لكل طبق معلقتين من الدقيق اهو. ايوه خلينا بعيد كده عشان تشوفوا معايا. تمام. يلا معانا بقى شيف مساعد النهارده، هات يا بريك كاكاو. يعني انا عايزه اقول لكم انا بعملها ومش عارفه عندي كاكاو ولا لا، عندي حاجتها ولا لا، بس يعني هي لا عندي كاكاو. صح، انا لسه مفضيه كاكاو اول امبارح. بصوا هحط بقى كده على كل طبق نص معلقه من الكاكاو. بس يا حمزه اهو، بصوا يعني نص معلقه من الكاكاو. تمام. هعمل ايه تاني؟ هجيب بيكنج باودر. دلوقتي بقى طبعا الكيكه بتاعتنا هنحليها بايه؟ هنحليها بالسكر. كل طبق هياخد معلقه من السكر اهو. عايزه اقول لكم بتبقى مظبوطه قوي، يعني اللي حابب بقى يزود براحته، بس انا بالنسبه لي وبالنسبه لهم معلقه بتبقى حلوه قوي، لان هحط على وشها نوتيلا. هنشوف دلوقتي. خلاص كده احنا حطينا السكر في ال3 اطباق. دلوقتي بقى جبت الكيك شيف او البيكنج باودر اللي موجود، وهحط تقريبا كده يعني على كل طبق نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. طبعا هو هنا البيكنج باودر هو العامل الرفع الوحيد، ومفيش، نحط هنا كمان شويه، مفيش طبعا بيض، مفيش اي حاجه. تمام. بصوا بقى لما نيجي نحط بقى ايه كده، خلاص حطينا دقيق وكاكاو وسكر وبيكنج باودر، انا لا هحط فانيليا ولا هحط اي حاجه. هات كده بس تقليبه. انا هعمل معاكم طبق بس وايه، وهكمل انا ال3 مع بعضيهم. بصوا بس لما تيجي بقى تحطوا الميه يعني لا ما بتاخدش معلقتين ميه، لا 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 زي ما بيقولوا، لا بصي بصي بصي، انا بحط ميه دي، حطي ميه براحتك، حطي ميه عشان القوام بتاعها يبقى القوام بتاعها خفيف كده، علشان خاطر تطلع معاكي انها الكيكه وهشه وطريه، ما تبقاش انها ايه عجينه من جوه. فاهميني؟ بصوا شايفين مش معلقتين ميه ابدا، بصوا 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 شايفين دول مش معلقتين ميه طبعا. يعني اللي بيعملها بيقول معلقتين ميه، لا بصراحه ما بتظبطش بمعلقتين ميه خالص ايا كان نوع الدقيق. يعني انا جربتها، يعني انا تقريبا من ساعه ما جبت الميكرويف وانا على طول بعملها لهم. بصوا بصوا انا عايزه اوريكم القوام. بصوا بصوا، لا لسه كده القوام تقيل برضو اهو. بصوا شايفين؟ لا بصوا كده القوام تقيل. هديها كمان ميه تاني. عايز تحطي لبن حطي بقى براحتك بقى، هنا ايه كل واحد زي ما يحب. تمام اهو. انتوا شايفين الميه اللي بحطها؟ او اللبن بقى لو هتعملوها بلبن هتحطوا برضو نفس الكميه. بصوا كل ده علشان تطلع معاكم الكيكه هشه. بصوا بقى بصوا بقى بصوا القوام، بصوا 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 شايفين؟ بقت خفيفه جدا. بصوا شايفين اهو، والقوام بتاعها مفيش اي تكتلات اهو.
اهي كده دي اول واحده. هكمل بقى الاتنين الباقيين وبعد كده نحطهم في الميكروويف. خلاص خلصت التلاتة اهم، بس طبعا ايه لسه ما حطيتهمش في الميكروويف. هعمل لهم بقى كده ايه حركه دلع كده. تمام، عارفين انتوا الدلع اللي اتمنع ده هو ده. هعمل لهم ايه، احط لهم كده يعني شويه كده صغنطاطين كده. بصوا من جوه الكيكه كده اللي هو ايه الشوكليت شيبس اهو. بصوا شويه حركات كده اهو اهو. بصوا حطيت كده في كل ايه طبق شويه من الشوكليت شيبس، وعلى طول على الميكروويف دقيقتين. بتقعد دقيقتين، ما بتقعدش دقيقه، بتقعد دقيقتين. دقيقه بتبقى لسه من جوه كده ايه عجينه او طريه كده من جوه. تمام، فبتقعد دقيقتين. هحطهم بقى في الميكروويف وتعالوا نشوفوا بقى نرجع نعمل ايه. بما اني بقى هاكل لي معلقتين كده من الكيكه. تمام، هعمل المج المعتبر المتين بتاعي. هعمل ايه، هنعمل سكسفيه. هنعمل كده شويه ايه النسكافيه. عايزه اقول لكم انا بصراحه جبت ده اللي هو كابتشينو موكا، بس ما عجبنيش خالص خالص خالص. يعني عايزه اقول لكم انا لا خلص من عندي. اللي هو الكوفي بريك بقى اللي هو العادي ده بصراحه هو ده اللي انا بحبه وبيعجبني. انما بصراحه ده لا ما عجبنيش خالص. اللي هو الكابتشينو الموكا ما عجبنيش طعمه. تمام، فنعمل ايه، نطلع كده واحده. تمام، هبدأ بقى احط ايه كده الكابتشينو اللي انا ما عجبنيش، بس اعمل ايه يعني مضطره ان انا اخلصه. تمام، هحط بقى كده. يا عم انزل، مش بينزل ليه؟ انزل. خلاص كده حطينا الكابتشينو بتاعنا. هعمل ايه، هنحط السكر. تمام، هنحط السكر بقى كده، كل واحد سكر حسب الرغبه. يعني 3.5 ليه؟ لانه بصراحه برميل، هو مش مج طبيعي، هو مج كبير جدا. فعايزه اقول لكم بحبه جدا. الكيكه، تعالوا نطلع الكيكه ونشوف هتبقى عامله ازاي. وسع بقى للكيكه. بصوا انا عايزه اقول لكم انها بقلظت كده. مش عارفه بقلظت كده ليه، بس بصوا اهو. بصوا عملت ايه، تحسوا انها عملت تورته بدورين صح. بس بصوا سخنه سخنه سخنه. حتى دي كمان اهي بقلظت، ودي برضو كمان بقلظت بقلوزه كده. بس انا عايزه بس اوريكم. بصوا انا عايزه اوريكم الكيكه، انا عايزه اوريكم الهشاشين. بصوا هوريكم دلوقتي كل حاجه عن قرب. طيب هعمل ايه بقى، هدلعهم بقى اكتر واكتر كمان، اكتر واكتر. ازاي وهي سخنه كده؟ هجيب بقى النوتيلا بتاعتي. بس عايزه اقول لكم مش عارفه يعني، بس هو الجو لسه محررش بصراحه. واحاول ان انا كده ايه اوزع لهم نوتيلا على الوش وهي سخنه يعني. هو انا ممكن يعني اسيح النوتيلا بصراحه على اي حاجه. عايزه اقول لكم ان مره سيحتها في الميكرويف اتحرقت، مش عارفه ليه. فيعني احاول بس امشي لهم كده اي حاجه. طيب انا ما بحبش بقى ليه كيكه المج دي علشان بحبها في حاله واحده بس، انها تبقى عارفين الشوكولاته الخام العاديه اللي احنا بنعمل بيها الحلويات بتاعتنا وبتاعه التورت وكده. بحب بقى اجيبها اسيحها كده على مثلا معلقتين لبن او حاجه، واعمل صوص شوكولاته كده واغرقها الوش بيه. النوتيلا ماليش فيها بصراحه، ماليش انا بقى فيها بالنوتيلا، عشان كده ما بحبهاش. انما لما اكون عندي شوكولاته المطبخ دي لا، اعمل معاهم طبق واسيح بقى الشوكولاته دي كده واحطها عليها، بتبقى طعمها تحفه تحفه تحفه. اهي بصوا هنحط بقى كده ايه النوتيلا. بس طبعا مش عارفه اوزعها لانها مش ايه مش سايحه. بس طبعا هم ولا هيفرق معاهم طبعا. يا سلام، حتى لو حطيها كلاكيع كده على الوش يا سلام. وعلى طول انا بنزل فيديوهات واقول اهم من الشغل ضبط الشغل. اتفرجوا بصوا الشكل النهائي بعد ما حطيت النوتيلا، لانها طبعا يعني جامده ومش عايزه تسيح. طيب نعمل ايه دلوقتي، نركن دلوقتي الكيكه بتاعتنا على جنب. هوريكم برضو، هقطع لكم حته كده برضو وهنشوف الكيكه بتاعتنا الهشه الجميله. بس هعمل ايه، اكمل النسكافيه بقى. دول بصوا كان علبه لبن كده لعمر، وعمر يعني ساب فيها. هاخد كده بقى اللبن ده اللي باقي منها كده ونعمل بيه الايه النسكافيه بتاعنا اهو. وادي الكاتل كنت مشغلاه اهو كده. خلاص خلصنا النسكافيه وخلصنا الكيكه.
اهو. تعالوا بقى بينا كده ندوق الكيكة ونقطع الكيكة من جوه واوريكم الكيكة من جوه عاملة ازاي. بسم الله بسم الله. الكيكة طعمها جميل، بس انا ماليش في السكريات، بتجزع نفسي، والنوتيلا على الوش يعني كفايه هما كده المعلقتين بتوعي. خلاص كده عملنا الكيكه المج، وعملنا نسكافيه ايه فطار كده على الصبح كده خفيف. عايزه بقى اخد رايكم في حاجه، او عايزه اسالكم على حاجه. كنت انا جايبه العرض ده من هايبر، يعني كان كيس كده او شنطه كده، كان فيها كذا واحد بكذا ريحه وكذا مش عارفه ايه. انا خلصت واحد اللي هو كان كلوركس اللي هو الالوان. انا بقى عايزه اعرف ده ابيض ولا الوان. انا عايزه اعرف بقى الباقيين كلهم بيض بقى كده. اللي انا خلصته كان لونه، عارفين انتوا اللون الازرق او لون البنفسجي كده، اللي هو لون الكلوركس اللي احنا بنجيبه الالوان. الباقي بقى كلهم الازازه بيضه كده. بس انا عايزه اعرف كل ده الغسيل ابيض ولا فيهم حاجه للالوان. هو اسمه كولوريل، اسمه كولوريل تمام، مش كولوركس، اسمه كولوريل. فاللي يعرف دي للابيض ولا الالوان يا ريت يقولي، لان عندي منها كتير وانا بصراحه عايزه احطها، وخايفه ان انا احطها وبوظ الهدوم يطلع الابيض. قريت عليها على فكره ما لقيتش مكتوب انها عليها اي حاجه للابيض، وهي بريحه الليمون، وانا حابه ان انا اجربه جدا. بس بصراحه انا مش، بصوا حتى مش كاتبين لغسيل الملابس تنظيف وتطهير ورائحه ذكيه، هما مش كاتبين اكتر من كده. فبصراحه انا مش عارفه ده ابيض ولا الوان، فاللي يعرف يا ريت يكتب لي في الكومنتات. وبس كده كان الفيديو بتاع النهارده، كان فيديو خفيف لطيف ظريف، واستنوني في فيديو جديد ومع السلامه.